لما بنتك تتجوز لازم تعرفي إن دورك في حياتها اتغير شوية. ما بقاش زي الأول 100%. هتفضلي السند ليها، بس لازم ده يتنفذ بحكمة منك. ضروري جدا إنك تعرفي إمتى تتدخلي في حياتها وإمتى تعالجي من بعيد، إمتى تاخدي خطوة وإمتى ترجعي خطوة. خليها تجرب تبني حياتها بنفسها وتكتسب خبراتها بتجاربها هي في الحياة، مش بتجاربك انتي. لازم تعرفي كويس جدا إنه في فرق بسيط قوي شعرة بين الدعم والتدخل. يعني خليكي خفيف خفيف كده، مكالمة ولا مكالمتين في اليوم تطمني فيهم عليها أفضل من 10 مكالمات فيهم تفاصيل كتير قوي بتتنقل. مش لازم كل خلاف حتى لو كان صغير يوصلك، عواقبه مش حلوة صدقيني. البيوت أسرار، وعرفي بنتك كويس جدا إن البيوت أسرار وفهميها معنى الكلمة دي وأصولها. مشاكل بنتك ليها حرمة لأنها ما بقتش تخصها لوحدها، إلا لو في أزمة فعلا تستاهل تدخل منك وطرف حكيم يكون متواجد فيها. فهميها واجباتها ناحية بيتها وجوزها، وإن أبسط حقوقه يرجع من شغله بعد يوم طويل يلاقي أكلة حلوة مستنياه. دي حاجة ما ينفعش أبدا تتكاسل عنها. فهميها إن الكلمة الحلوة بتحل أي خلاف، وإن الصبر مفتاح الرضا. نصبر شوية ونعدي عادي، وتأكدي إن بنتك أول واحدة هتيجي تشكرك لما تلاقي حياتها هادية وبتنجح، وجوزها كمان هيدعيلك.